الرز البسمتي اللي بناكله في المطاعم مع المندي أو المشويات دايما بنكون متخيلين إنه بيكون صعب ومليان من المكونات الغريبة، بس هو في الحقيقة أبسط ما يمكن. في الفيديو ده هعرفكم التوابل بالظبط اللي بتحط على الرز عشان يطلع معاكم أحلى كمان من المطاعم. في حلة تكون واسعة على النار حطيت فيها شوية حلوين من الزيت ده هو اللي هيديله اللمعة، فشوية نتوصى بالكمية. أول ما الزيت يسخن كويس جدا هنضيف بقى التوابل وهتكون كلها صحيحة: القرفة الخشب وورق اللورة وقرنفل وحبهان وفلفل اسود حصى وكام حبة كده من بهار النجمة، ودي هتلاقوها عند أي عطار، وشوية من الشمر والكمون الصحيح. قلبت كل التوابل دي مع بعض في الزيت وسبتها تسخن كويس جدا عشان تطلع كل الروايح، وبعد كده ننزل عليها بالرز مرة واحدة كده والزيت سخن جدا، ونصدم بقى الرز في الزيت وياخد كل طعم التوابل الصحيحة دي اللي حطيناها. بعد كده قلبت الرز كويس لغاية ما اتأكدت ان كل المية اللي فيه نشفت، زودت شوية من الملح ورجعت كملت تاني تقليب. ما ضفتش اي توابل تانية على الرز غير في الاخر خالص شوية من الكاري، وهو ده اللي هعتمد فيه على اللون.